نبدأ ياريت تصلي على النبي. بيبدأ فيلمنا سنة 1973 في الأورجواي اللي تحول فيها الحكم من الديمقراطية، وخسر ثوار حركة تمومرو الحرب بعد حكام الجيش للبلاد. تم الحكم بالإعدام على عدد كبير من الثوار، أما الباقي فتم توزيعهم على المعتقلات في جميع أنحاء الأورجواي، ما عدا 3 أشخاص وهم روسو وناتو وبيبي، واللي تم ترحيلهم مع بعض لأعنف السجون وأشدها، وده لأن الجيش القومي بيعتبرهم خونة وبيشكلوا تهديد للبلاد. وكان الجيش مهتم بالمساجين التلاتة اهتمام خاص، وده لدرجة إنهم بيبعتوا برقيات لمأمور السجن بيشددوا فيها على منع أي حارس يتكلم مع أي واحد من التلاتة، أو حتى يسمح لهم إنهم يتكلموا مع بعض. وممنوع خروجهم من الزنزانة أبدا، مع حرمانهم لحقوقهم في إنهم يشوفوا حتى النور. ويتحول ال3 مساجين من مجرد معتقلين لرهائن حرب، ويتم التعامل معاهم بأسوأ معاملة. وفي أول يوم ليهم في السجن بيوهموهم الحراس إنهم هيحرقوهم، ويغطوا وشهم وبيرموا عليهم بنزين، وبيسيبوهم لمدة يوم كامل في رعب إنهم ممكن يتحرقوا في أي وقت. بعدها بيوقفوهم لمدة يوم كامل تاني بشكل معين، ومش مسموح لهم بأي حركة. وبياكل المساجين أسوأ أنواع الأكل، وبيكون مكان السجن غير آدمي أبدا. وتعدي سنة وبتحول كل مسجون من التلاتة لهياكل عظمية بملامح باهتة بسبب قلة الأكل والحمى. وفي يوم بيجي رقيب من الجيش ويبلغ روسو إنه هيخليه يقابل أهله، وده لأنهم مصممين وبيشتكوا في كل مكان، لكنه بيحذروا إنه ميحسسهمش بأي شكل من أشكال إن المعاملة اللي بيتعامل معاه فيها مؤذية، وإن ظروف السجن وحشة. وبيسمحوا لروسو أخيرا إنه يستحمى، وبيخلوه يلبس لبس جديد، وبيحلقوله شعره عشان يوهموا أهله إنه كويس. ويشوف روسو بنته لأول مرة من سنة ويدمع من الفرحة، وهو بيحاول يمثل إنه كويس، وبيقولها إنه بيخرج كل يوم وإن في فسحة في السجن. وبتبقى والدته مبسوطة جدا إنها شافته، وتقوله إنها جابت له أكل. وبيبقى روسو عارف إنه مستحيل الحراس يوافقوا يدخلوا أكل، ومش بيهتم. وبيكون والده قاعد وفجأة بيتصرف بشكل غريب جدا، وبيضحك ضحك هستيري، وهو بيقول إن ده مش ابنه وإنه جاي يشوفه ابنه. وبيتخانق مع الحراس وبينادي على ابنه، وبيحاول روسو يقنعه إن هو ابنه، لكن الأب ما بيكونش مصدقه. وبتحصل حالة فوضى في السجن، وبينقل الحراس روسو للزنزانة من تاني، لكن بشكل وحش جدا قدام بنته الصغيرة. بعد يوم بيتم ترحيل المساجين التلاتة مرة تانية، ويبقى حجم الزنزانة كبير جدا ومرتفع، بيمنع دخول أي مصدر للصوت. وبيظهر بيبي وهو على وشك إنه يتجنن، بيبقى بيلعب مع النمل والحشرات، ويسمع أصوات في ودنه بشكل مزعج جدا. بعدها بيبص في سقف الزنزانة وبيلاقي طيور حواليه، فبيفضل يزعق لهم وبيحاول يطردهم، ويبان إنه بدأ يدخل في حالة هلوسة. وبعد فترة بيجي يوم رأس السنة وبيحتفل الجنود بيه، وبيرموا أكل للمساجين. بعدها بيخبط ناتو على حتة الزنزانة على أمل إن يكون في حد جنبه، وبيتكلم معاه. ولحسن حظه بيبقى روسو في الزنزانة المجاورة بالظبط، وبيرد عليه بنفس الخبط، وبيبدأوا يتكلموا مع بعض عن طريق إشارات مورس. ما بيكونش معاهم ورق وقلم لتسجيل الإشارات، وبيضطروا يحفظوها في دماغهم أو يكتبوها بالرمل على الأرض. وبيفرحوا جدا أول ما بيعرفوا إنهم مع بعض في نفس المكان. وبيسأل ناتو على بيبي لكنه ما بيكونش عارف مكانه. وبيتكلم ناتو وروسو كل يوم مع بعض، وبيقدروا يستخدموا إشارات مورس بسهولة، لدرجة إنها بتتحول للغتهم الأم، وبيقدروا يلعبوا شطرنج مع بعض من خلالها. بس وفي الوقت ده بيظهر بيبي وهو غرقان في حالة هلوسة شديدة، ويبقى بيسمع أصوات من كل مكان، ومبيكونش قادر يبطل تفكير. وبتوصل معاه الهلوسة لدرجة إنه بيشوف والدته قدام عينه. وبعد سنة بيبقى ناتو في الحمام، وبيربطوه الحراس في ماسورة عالية عن قاعدة الحمام. فبيقول ناتو إنه مش هيقدر يعمل حمام، وإنه محتاج يبقى على ارتفاع أقل. فبيروح الحارس للعريف وبيبلغه باللي حصل، ويشوف ناتو ورق جرايد في صندوق القمامة في الحمام، وبياخد أكتر من ورقة ويخبيهم في جيبه. وبعدها بيدخل العريف الحمام وبيتأكد إنه مش هيقدر يعمل حمام فعلا، فبيروح يبلغ الملازم. وبيجي الملازم وبيبص على ناتو مع مجموعة أكبر من الحراس، وبيخرج عشان ينادي النقيب. وبيدخل النقيب مع عدد أكبر من الحراس، وبيسأل ناتو لو لازم يعمل حمام. فبيستغرب ناتو اللي بيحصل، وما بيكونش مصدق إنه خطير للدرجة دي. وبيبقى فيه أكتر من 20 حارس مع ناتو في الحمام. وبعدها بيرجع النقيب مع العميد، واللي أول ما بيدخل بيزعق لكل الرتب اللي تحته، وبيقول لهم إنهم أغبياء جدا وما بيعرفوش يتصرفوا. وبيخرجوا وراه كل الحراس، وبيفضل ناتو واقف في مكانه. وبيبقى مفيش أي حد من أي رتبة عنده صلاحية إنه يسيب ناتو من غير ما يكون متقيد، لحد ما بيقف الحراس كلهم حواليه لحد ما بيخلص حمام. وبيرجع ناتو الزنزانة، وبيقرأ لروسو كل الأخبار اللي قدامه. بيفضل بيبي يتكلم مع والدته اللي بتكون في خياله بس في الوقت ده.
بتعرف والدة بيبي مكانه وبتقدر توصله وبتطلب من حارس السجن زيارة ابنها، وبتفضل مستنياه طول اليوم لدرجة إن الدنيا بتمطر، وبتفضل واقفة في مكانها وفي نص الليل بينادي عليها الحارس أخيرا، لكنه بيقولها إنه معندوش معلومات عن ابنها. فبتسأله لو يقصد إنه مش موجود في السجن، فبيقولها إنه معندوش أي معلومات. فبتسأله الأم وهي بتعيط عن مكان ابنها، لكن بيرد عليها نفس الرد. فبتسأله عن المعلومات اللي عنده وهي متعصبة، فبيقولها إن المعلومات اللي عنده إنه معندوش أي معلومات. وبتنهار الأم وبتمشي وهي حزينة. وفي تاني يوم بيتم ترحيل التلات مساجين مرة تانية، وبنفهم إن في كل مرة بيتم ترحيل فيها المساجين بيبقى بسبب إن أهلهم عرفوا مكانهم، فبيوديهم لمكان تاني. بيوصلوا لسجن تاني، وهناك بيرسم الحراس حوالين كل مسجون فيهم خط مش مسمح له إنه يعديه، وبيبقى الجدار سميك جدا وما بيقدروش ناتو أو روسو يتواصلوا مع بعض عن طريقه. بيبقى سقف الزنزانة مفتوح، وبيسمح للمساجين والحراس إنهم يبقوا شايفين بعض طول الوقت. وبيبقى اتنين من الحراس في ورديات بيتكلم واحد فيهم عن حبيبته اللي بيبقى معجب بيها جدا ومش عارف يعبر لها عن ده، وبيفضل يحكي مع صديقه عن جمالها وحبه ليه طول الليل. وبيتعصب روسو وبيبقى زهقان من كتر شكاوي الحارس، وبينادى على الحارس وبيطلع إنه عارف اسمه. فبيتعصب عليه الحارس وبيقول له يخرس. فبيقول له روسو إنه زهق من كتر ما بيتكلم عن حبيبته طول الليل، وإن المفروض يروح يقول لها إنه معجب بيها أو يجيب له ورقة وقلم وهو هيساعده. فبيزعق له الحارس وبيخليه يسكت. لكن بعد 5 دقايق بيجي الحارس معاه ورقة وقلم، وبيقول له روسو إنه قاله يجيب ورقة وقلم وهو هيساعده. فبيقول له روسو إنه هيكتب له رسالة، وبيميل له رسالة حب جميلة ومعبرة، وبيبقى بيتكلم كأنه هو صاحب الرسالة، وبيحكي عن مشاعره بعدها. وبيقول للحارس يبعتها لحبيبته. بعد شوية بيدخل له الحراس وبيقبضوا على روسو، وبيقولوا له إنه هياخدوا جزء. وبيدخل الرقيب اللي بيقول للجنود يسيبهم لوحدهم، وبيبقى روسو مستني إنه يتعاقب، لكن فجأة بيلاقي الرقيب بيديه دفتر وقلم، وبيقوله إنه معجب ببنت سمرة وجميلة، وإنه طلب منها يخرجوا مع بعض لكنها رفضت. فبيكتب روسو رسالة للرقيب وبيديها له، وبيفرح الرقيب جدا وبينبهر بقدرة روسو على الكتابة ويشكره. فبيطلب منه روسو إنه يسيب له الدفتر والقلم وبيترجاه. فبيوافق الرقيب وبيرجع روسو زنزانته وهو في قمة السعادة. بيستخدم الدفتر والقلم بتوعه كأنه طفل صغير. بيتصاحب الرقيب أكتر على روسو وبيقعد يتكلم معاه كل يوم، وخصوصا بعد ما البنت اللي معجب بيها وافقت تخرج معاه بسبب الرسالة. وبيبقى بيحكي له عن مشاكله، وبيبقى روسو كأنه المعالج النفسي الخاص بالرقيب، ويخلي الرقيب ياكل معاه. وفي يوم بيبقى الرقيب بيسمع الماتش على الراديو، فبيقرر إنه يعلي الراديو عشان المساجين يسمعوا معاه. وبيفرح روسو وناتو وبيبي جدا، وبيتفاعلوا مع الماتش وبيتكلموا بصوت عالي لأول مرة، وهم حاسين بشيء من الحرية. وبيرجع لقلوبهم الأمل من تاني، لكن لسوء حظهم بيتم ترحيلهم للمرة التالتة. وفي الطريق بتقف العربية وبينزل مساجين عشان يقضوا حاجتهم، وبيبقى وشهم متغطي. فبيطلب روسو من الجنود يشيل الغطا اللي على راسه لمدة دقيقة بس. وبيفتح روسو عينه وبيشوف الطبيعة قدام عينه لأول مرة من سنين، ويملى عينه بالمناظر الخضراء. وبعدها بيروح السجن، وبتبقى الزنزانة ضيقة جدا، ومبيقدرش ناتو يستخدم، وبيدخل في حالة هلوسة. وبيبدأ يكلم نفسه لحد ما بتخيل مراته جنبه وبتهديه، ويشوف بنته الصغيرة وبيغمض عينه وبيتمنى يشوفها مرة تانية. وتعدي الأيام وبيقدر أهل ناتو يوصلوله، ويقابل بنته لأول مرة من سنتين. وبيبقى قلقان جدا وبيقدر يتواصل مع روسو من خلال الحيطة، وبيقوله إنه قلقان إن بنته متحبوش. فبيهديه روسو وبيحكيله قصة عشان يحكيها لبنته لما يشوفها. وفعلا بيحكي ناتو القصة لبنته وبتكون مبسوطة جدا. وفي تاني يوم بتقدر والدة بيبي إنها تزوره، وبيطلب منها إنها متزوروش تاني، وبيشتكي من الناس اللي بيحاولوا يسيطروا على عقله واللي بيسمع أصواتهم في كل مكان. فبتشجعه والدته إنه ميتهزمش قدامها، وبتطلب منه يقاوم. وبيرجع بيبي الزنزانة ويفتكر ببداية ظهور أعراض الهلوسة عليه. وبنرجع بالزمن لسنة 1972، وفي اجتماع ما بين بيبي وشباب الثورة. بيبقى بيبي بيعاني من هلوسة وشعور دايما بالقلق والاضطهاد. بيبقى حاسس طول ما هو قاعد إنه متراقب، وبيسمع اللي حواليه بيقولوا كلام هو بس اللي بيسمعه، لحد ما بيزيد إحساسه بالخطر. فبيطلع مسدس وبيهرب. وفعلا بتبقى عربيات الجيش حصرت المكان، وبتظهر إنها كانت بتراقبهم لأن في خاين بينهم. بيهرب بيبي، لكن الجيش بيقبض عليه وبيقتل بيبي واحد من الجنود. فبيضربوا الجندي التاني ب3 رصاصات. ويتنقل بيبي للمستشفى العسكري، وبعدها بيدخل السجن. وبنرجع للحاضر. بيبقى ناتو سامع صوت الآلة الكاتبة الخاصة بالجندي اللي بيبقى مكتبه قريب منه. بيجي في باله فكرة وبيكتب على الصابون وهو بيسمع صوت الآلة الكاتبة. بعد شوية بيدخل الحراس السجن، وفجأة بينضفوا السنازير، ويدخلوا مكتب وكرسي وكتب وراديو لكل مسجون من التلاتة. وفي تاني يوم بيروح ناتو وروسو وبيبي مع الجنود لقاعة محكمة كبيرة،
وبيدخل ناتو وبيشوف قدامه مندوبين من جمعية الصليب الأحمر واللي مسؤولين عن التأكد من سلامة المساجين وتلقيحهم في المعاملة المناسبة. وبيتخيل ناتو نفسه هو بيقول إنهم مش بيأكلوهم وإنهم مش بيشوفوا الشمس، وإن مش مسموح لهم حتى إنهم يتكلموا مع بعض. لكن للأسف بيفوق ناتو من خياله وبيلاقي واحد من المندوبين بيسأله عن اسمه، وبعدها بيأمره بالانصراف. وينصدم ناتو من الظلم اللي بيحصل وبيفقد الأمل. وبيحصل نفس الموقف مع روسو وبيبي، وبتكتفي اللجنة إنها تسأل عن أساميهم بس. وفي تاني يوم بيشيل الحراس كل الرفاهيات اللي دخلوها المساجين من أقل من 24 ساعة. وبيجي واحد من المحققين لناتو، وده بعد ما شافوا الكلام المكتوب على الصابونة في زنزانته، فبيقول ناتو إنها مجرد لعبة. لكن المحقق ما بيصدقوش وبيكون فاكرها شفرة بخصوص إعلان حرب أو تمرد على الجيش. وبيقول المحقق لناتو إنه كان المفروض يقتله في الوقت اللي كان فيه إيده يعمل كده. وبنرجع لسنة 1972، في الوقت اللي قدر فيه الجيش يخلص على قيادات الثورة ويقتل معظم المعارضين من الجيش نفسه. وساعتها أمرت قيادات الجيش الجنود بالقبض على عدد كبير من الثوار. وكان ناتو مستخبي عند أخته وجوزها. فجأة كان بيحس بحركة بره البيت، ويبقى في غرفة سرية فوق سقف الحمام، فبيدخلها ناتو مع صديقه، وبتخرج أخته وتلاقي عربيات جيش ضخمة واقفة قدامها. وأول ما بيشوفوها ضربوا عليها النار بوحشية، وبعدها ضربوا البيت بشكل عشوائي. واتصاب ناتو لكن فضل مستخبي. وبعدها حط الجنود مسدس في إيد أخته وبندقية في جيب جوزها، وده عشان ما يتهمش اتهامهم بقتل الأبرياء. وبعدها بشوية دخل جندي من الجنود الحمام، وفجأة اكتشف بقعة دم على كتفه نزلت من السقف. فبيبلغ القائد بتاعه، وساعتها ناتو عرف إنه اكتشف، فقرر يسلم نفسه. بيبقى القائد هو نفس المحقق اللي بيحقق معاه، وبيقول له ناتو إنه مش هينساله اليوم ده أبدا. وبتعدي السنين وبيقرب ميعاد الانتخابات، وبيكون في احتفالات في السجون. فبيصرخ بيبي وبيقوله إنه عايز الأكل بتاعه. بيفضل يقاطع الشخص اللي بيتكلم وسط جمهور كبير. فبيروح واحد من المسؤولين في السجن عشان يسكته، وبيتفاجئ لما بيلاقي بيبي عرف اسمه، ويهدده إنه عارف بعلاقته مع واحدة تانية غير مراته. وبيعلي صوته وبيقوله كل اللي في السجن اسم الضابط وخيانته لمراته. وبعدها بيوطي صوته وبيوشوش الضابط، وبيسأله لو مراته وعشيقته يعرفوا إن عنده الإيدز. وبيتصدم الضابط من المعلومة اللي يعرفها، وبيسأله على اللي هو عايزه. فبيطلب منه بيبي كل اللي والدته جابتهوله، وبيكون في طبق كبير وبيقرر يزرع فيه ورد. بعدها بيطلب إنه يزور طبيب نفسي ويحكي له الطبيب على الأصوات اللي بيسمعها. وبيتشخص بمرض عقلي، لكن الطبيبة بتقوله إنه ما يفقدش الأمل وإنه كل حاجة تنتهي. وبعد فترة بيتم ترحيل التلات مساجين لسجن تاني، ويلاقوا نفسهم مع الرقيب اللي كان متعاطف معاه. ويزوروا الرقيب روسو وبيسأل على اللي نفسه فيه، فبيطلب إنه يخرج لساحة السجن هو وأصحابه. بيخرج روسو وناتو وبيبي لأول مرة من سنين، ويتمشوا في الساحة وبيشوفوا بعض من غير ما تكون عينهم متغطية، وبيستمتعوا بأشعة الشمس وهواء الحرية. وبعدها بيترحلوا لسجن تاني، وبيبدأ الجيش يخسر حكمه في السلطة. ويخرج الحراس ناتو لساحة السجن، ويتمشى ناتو بيلاقي عدد كبير من الثوار مسجونين في نفس المكان، وبيفضلوا يشجعوه وينادوا باسمه. وبيجري ناتو في الساحة وبرجلين شبه عاجزين، بيمثل إنه بيلعب كورة وإنه جاب جول. وبيصرخ الثوار وهم مبسوطين، وبيتنطط ناتو من الفرحة بعد ما حسوا بحريته اللي بترجع له واحدة واحدة. وبعد فترة بيخسر الجيش في الانتخابات، وبيرفض الشعب البرنامج الحكومي الخاص بيهم، وبترجع دولة الأورجواي لحكمها الديمقراطي من تاني. وأخيرا بعد 12 سنة من العزلة بيخرج المساجين التلاتة من سجنهم، وبتيجي اللحظة اللي اتمناها كل واحد فيهم. بيحط رجلهم على تراب غير تراب السجن، وعلى أرض ملهاش قيود أو حدود. بيتجمع كل واحد مع أسرته بعد 12 سنة. وبعد فترة بيشتغل روسو كاتب وروائي، وبيبقى ناتو عضو في الكونجرس وفي منصب سينياتو. وبيترشح بيبي لانتخابات الرئاسة بعد ما قدر يتغلب على مرضه. وأخيرا بيعيش كل واحد حياته اللي اتحرم منها لسنين. وبكده بيخلص فيلمنا. ياريت لو عجبك متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. سلام.